من وافهم من يسعى للمجد تعالى صناع المجد العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. هذه هي الليلة 11 من ليالي رمضان لعام 1447. سألين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، آمين. لا يزال الحديث مستمرا في مقاصد سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأحكام العامة بين المسلمين من زواج وطلاق ونكاح، وقبله تحدثنا أيضا عن العبادات: البر والصلة، الزكاة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وكان من لطائف ما ذكرنا ورود قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في وسط بين آيات أحكام الزواج والطلاق. وذكرنا أن هذا إشارة إلى أهمية الصلاة في وسط معمعة الحياة بين البيع والشراء والزواج والانشغال بالأهل، فتكون الصلاة هي المعيار التي فعلا تضبط بوصلة الإنسان حتى يتوجه إلى ربه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد هذا السرد العظيم من هذه الآيات والأحكام، دخل ربنا سبحانه وتعالى في قصة عظيمة مهمة تعتبر امتداد لقصة بني إسرائيل. فقال سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن انتهى من الآيات فقال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة الملك. نعم، إلى أن قال: وآتاه الله نعم، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نورد هنا لماذا أورد الله سبحانه وتعالى قصة طالوت وجالوت وهم من بني إسرائيل، رغم أنه انتهى من قصة بني إسرائيل في 80 آية قبل أن يذكر قصة إبراهيم عليه السلام. الداعي لإعادة ذكر بني إسرائيل مرة أخرى ها هنا. وختم هذه الآيات بقوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف باسمكم جميعا، نرحب به. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حياكم الله. فاتحة لقائنا هذا نورد فيما يتعلق بقصة بني إسرائيل. لماذا أعاد الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصة مرة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا لاحظنا بأن ما تحدثت عنه الآيات السابقة عن بني إسرائيل كان في سياق الخلافة الفاشلة، وكان الحديث بجملته تقريبا عن الجانب السلبي في بني إسرائيل، أو الذين خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى، وتناول بالتفصيل علة التدين التي جعلتهم يخرجون عن منهج الاستخلاف ويخرجون عن التسليم لله، ففيها تفصيل طويل جدا. طبعا الصورة التي يمكن أن يخرج بها الإنسان من تلك السردية كأنه ليس هنالك وجه مشرق في بني إسرائيل. نعم، يمكن أن يفهم الإنسان ذلك، لكن صحيح. عدالة الله سبحانه وتعالى وحكمته
أنه لا يظلم أحد ولا ينحاز إلى أحد. العباد الصالحون لله عز وجل تورد أيضا قصصهم، حتى وإن كان فيها بعض الأخطاء، ولكنها في سياق أخطاء مسلمين مؤمنين ساعين إلى التمكين، وليس في إطار عناصر متمردة على الله خارج عن التسليم. وكذا قصة يعني قصة بني إسرائيل في جولتها الثانية هي قصة طاعة وقصة جهاد وقصة سعي نحو تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى في أن يقاتلوا عدوهم. وتأتي هذه السردية هنا أيضا بعد أن ذكرت مجموعة من الأحكام بالنسبة للمسلمين، ومن ضمنها أحكام الجهاد، فتحتاج الآن إلى نموذج أيضا في هذه الحالة. النموذج هو نموذج الآن طالوت، ويأتي بعده داود. وهنا جولة من جولات بني إسرائيل في بنيتها الصالحة أو في خلافتها الصالحة، واللي هي تبدأ معنا من قصة داود وسليمان. نشأ في هذه الفترة ملك داود وملك سليمان، باعتباره ملك عبر عن حالة الصلاح وحالة حاكمية الشريعة وحالة التسليم لله، وآتاهم الله سبحانه وتعالى طبعا هنا أشياء كثير. ومع ذلك طبعا للوصول إلى هذه الحالة أيضا مر بنو إسرائيل بمجموعة من الإشكالات يمكن أيضا أن تمروا عليها، وهذه مجموعة صالحة، مجموعة مؤمنة، طلبت من نبيها، كان معها نبي، أن يبعث الله لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله. فهم طلبوا القتال وطلبوا تعيين ملك من الملوك، ومع ذلك لاحظ القصة ذهبت في اتجاه أنه ما استسلموا الاستسلام المطلق للمرة الثانية. اعترضوا على طالوت لما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا نحن. هذه العلل في قضايا صراع السلطة والثروة كما يسميه الآن كثير من الناس، ستأتي لهذه الأمة نفس الإشكالية. فإذا كان الناس قد اعترضوا على من عينه الله واصطفاه الله وبين لهم أن هذا الشخص بواسطة النبي هو الأصلح لكم، مع ذلك لم يأتلفوا حوله. كانوا تقريبا أكثر من 100,000. انتهت المعركة إلى 300 ونيف، اللي هو بعدد مجموعة بدر. فهذه تقريبا السياق الذي وردت فيه هذه المسألة، لتبين لك أن هنالك نموذج آخر في بني إسرائيل، هو النموذج الصالح، نموذج داود، نموذج سليمان. ثم أيضا التضحيات التي يقدمها الناس أهل الإيمان وهم يسعون لتمكين دين الله سبحانه وتعالى في جهاد وفي طاعة وفي قيادة وفي طاعة لهذه القيادة، وفي إشكالات كبيرة جدا تمر بها أنت في هذا الدرب. كما قال الإمام الشافعي: لن يمكن الإنسان حتى يبتلى. فالقصة تقريبا تدور حول هذا الأمر، ثم فيها تقريبا كيف برزت قيادة داود لبني إسرائيل. قيادة داود برزت من قلب المعركة، برزت من قلب معركة طالوت. وتلاحظ هنا مباشرة اختفت شخصية طالوت ولم يحدثنا الله عنها بعد ما انتهت المعركة. برزت شخصية جديدة وهي شخصية داود عليه السلام. طيب، ما الذي نحن نستفيده من هذه القصة عندما نربط بمقاصد سورة البقرة التي تهدف إلى الطاعة والامتثال واستخلاف الأرض؟ تحدثنا عن أصناف الناس الثلاثة، ثم تحدثنا عن الخلافة الفاشلة في بني إسرائيل، ثم الخلافة الناجحة في إبراهيم، ثم دخلنا في الخلافة الناجحة لبني إسرائيل أيضا. نعم. ذكرتم في معرض حديثكم أن الأمة ستبتلى كما ابتليت بنو إسرائيل. نعم. وهنا يدل أيضا، يبدو لي الله أعلم وأنت تصحح لي، أن مدح الله عز وجل لداود عليه السلام حينما قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نعم. فأتاه الله عز وجل الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هنا يبدو لي تبرز قضية الحكمة في التعامل مع بني إسرائيل الذين خالفوا أمر طالوت، ويبدو لي هنا أيضا أهمية مكانة العلم، وكأن الله عز وجل يشير إلى هذه الأمة، أمة محمد، لضرورة التعامل بالحكمة، ضرورة الحصول على العلم النافع هو الذي فعلا يقود الأمة. وأنت ذكرت أن أكثر من 400 عام حكمت بنو إسرائيل الحكم
الذي هو مرضي عند الله سبحانه وتعالى. تعليقكم حول هذا؟ نعم. هو على كل بالنسبة لداود عليه السلام هو نموذج لخلافة ناجحة، نموذج لمنطقة تسليم، ولكن في جزئية أيضا بالنسبة لداود وسليمان لا بد من الالتفات إليه، وهي ما نسميه نحن بالمرحلة البرزخية للانتقال إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي وجود دولة، وجود سلطة، وجود ولاية. طبعا في السابق كان يعني موضوع الاستخلاف ما كان يتكلم عنه القرآن الكريم في بني إسرائيل. يعني بدأ مع داود قضية حاكمية الشريعة وقضية الاستخلاف، إني جاعلك في الأرض خليفة، بدأت مع داود عليه السلام. فداود كان يشكل مرحلة وسطى في الانتقال إلى الأمة التي نبوة مع ملك. نبوة مع ملك، أحسنت، يجمع ما بين النبوة والملك. وبنو إسرائيل عموما كان من يقود فيها السياسة هم إيه؟ هم الأنبياء. لكن هنا لاحظ يعني داود حكم مع النبوة، ثم سلم بعد ذلك إلى سليمان الذي آتاه الله ملك من نوع خاص، ملك اللي فيه الجن وفيه الرياح وفيه أشياء، آتاه الله ملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. هذه الحالة وصلتها طبعا وصلها بنو إسرائيل من خلال حركة طالوت، هذا العبد الصالح المجاهد الذي امتثل لأمر الله، كان شخصا بسيطا، شخصا فقيرا، لم يكن من أغنى الناس ولم يكن من أوجه الناس ولم يكن من أكثر الناس، يعني لأن هنالك نبي موجود فهو سيأتمر بأمر النبي فيما يتعلق بقضايا التشريع وكذا، لكن هو القائد العسكري، القائد العسكري الذي قاد هذه المعركة إلى أن أوصلها إلى نهايتها. ففيها على كل كيف أيضا نحن نستفيد من هذا المسار، أن نوجد قادة عسكريين على منهج النبوة، أن توجد القائد الذي على منهج النبوة. لكن علينا أن ندرك أيضا علل التدين في هذا الاتجاه. واحدة من الإشكالات في قضايا السياسة والحروب النزاع حول السلطة، وكان أو مع أنه هم طلبوا من النبي ابعث لنا ملكا، مع أنه بعض الناس يقول لك يا أخي أصلا بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، هم ليش قالوا لنبيهم والله بدل يقولوا قاتل بنا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال أن كان أصلا الخبيئة عندهم كل مجموعة كانت تتصور أن يكون هذا الملك منها، وهذه الإشكالية طبعا التي ربما تقع فيها كثير الآن من الشعوب والمجامع في الصراع حول إيه؟ حول السلطة، صراع حول السلطة. ثم لاحظ مع أنه سبحان الله بعد أن ذهب وانتهى صراع السلطة وسلم الناس بقيادة طالوت، جاء بعد كده صراع الأوامر والنواهي، مسألة الطاعة. نرجع إلى قضية سمعنا وإيه؟ وطعنا. نعم. لهذا القائد، هذا القائد الذي أنت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قبل القتال لاحظا بدأت هذه الآن التدريبات والاختبارات فيما يتعلق بالطاعة. من سقط في اختبار الطاعة من الناحية العسكرية، لاحظ ما بتحتمل العسكرية طبعا قسم عليه اثنين، يعني من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة. فالذين اقترفوا غرفة ضبطوا الأوضاع ومشت أمورهم. أما الآخرين سبحان الله سقطوا جميعا. وظل هنا سبحان الله هذه الفئة القليلة لما بدت أمام جيش جالوت أيضا قال بعضهم لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا طبعا يظنون يوقنون بأنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الدرس العظيم الذي يمكن أن نلتفت إليه. وهذا الذي رأيناه في غزة. نعم. وهي تواجه أمريكا، تواجه ألمانيا وبريطانيا وتواجه قوى العالم كله تحت مظلة إسرائيل. نعم. تحت مظلة إسرائيل المحتلة. لم يقولوا لا طاقة صحيح. اليوم بإسرائيل ولم يقولوا لا طاقة اليوم بأمريكا، قالوا والله هذه أرضنا وهذا ديننا وهذا ما أعددناه وتوكلنا على الله عز وجل. نعم. فقوة عظمى سنتين وهم يحاولون إنهاء غزة من الوجود، ما استطاعوا أن يهزوا لها شعرة. نعم قتل 70 وهم إن شاء الله شهداء، ولكن العبرة ليس بعدد القتلى، العبرة بمن يوجد على الأرض. فلا تزال غزة موجودة على الأرض ولا يزال المجاهدون موجودون، وهذا فعلا هو النصر المبين. نعم. فكلام جميل جدا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله.
هل لقاء الله يثبت الأقدام في المعارك؟ يعني الإيمان بلقاء الله عز وجل يوم القيامة. ما في شك. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. في كثير من الآيات أن الشك في لقاء الله أو سوء الظن بالله يؤدي إلى الفشل، وأن اليقين بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى يؤدي إلى الثبات، وهو طبعا أول محطات الانتصار هو الثبات، وأول محطات الفشل هو الارتباك والوجل والخوف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لاحظ الإشراك بالله أدى بهم إلى إيه؟ لأنهم يلقى في قلوبهم. طيب هنا في قضية مهمة شيخ حسن، نجد بعد أهل العلم يقولون في مثل هذه المعارك لا تجزم ولا تقل إننا منصورون وإن الله معنا وسوف نقضي على العدو، لأن هذا حصل تجارب في سوريا وفي غيرها فلم يحصل النصر ولم يحصل، فأدى هذا إلى انتكاسة بعض الناس. ونجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة معارك وهو يقول سننتصر سينصرنا الله، ويقولون لو قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. والآيات تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهنا أيضا الآية تقول قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يظنون أنهم أي يوقنون. كيف نوفق بين هذه المعاني؟ متى المؤمن يوقن أن الله معه أن الله ناصره، ومتى فعلا يستثني ويقول إن شاء الله وربما ننصر ربما لا ننصر؟ وهل يرد هذا بالفعل على المؤمن أن يكون متردد في قضية إذا أتى بالأسباب الشرعية قدر استطاعته؟ فمثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أتى بالقوة التي يستطيعها، أطاع الله عز وجل قدر استطاعته، ابتعد عن الخلاف والفرقة والشتات التي تؤدي إلى النزاع، كان يعني طائعا لولاة أمره ليس مخالفا لهم، ليس مفارقا للجماعة، ناصحا أيضا ليس مداهنا، آمرا بالمعروف يقول الحق ولو كان أمام ملك ظالم. كل هذه الأمور توفرت، أليس هذا داعي على أن يوقن أن الله سينصره وسيكون الله معه؟ حول هذا جدال كثير بين أهل العلم ناهيك عن العامة، لهم يقولون لا تجزم يا أخي بهذا، لا تجزم. وهذا حصل لهم ردة فعل أن بعض الإخوة في سوريا وفي غيرها كانوا يجزمون ثم حصل أمر لم يتوقع. أعتقد أيضا هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم المسلمون في أحد فقالوا أن هذا، لكن جاء الرد من عند الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. حول هذه الصورة القضية المهمة يا شيخ حسن، متى نوقن ومتى لا نوقن؟ هذا على كل تعود إلى جملة من المفاهيم حول قضية النصر، قضية التمكين، قضية الغلبة، مفهوم كل طرف للنصر، نصر الاستحقاق والنصر التفضلي والنصر المادي، في أشكال من الانتصارات التي يصعب جدا للإنسان أن يقول والله أنا سأنتصر بالشكل الفلاني، لكن الله سبحانه وتعالى لما يقول على لسان اللي هو قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذا نظرت إلى النصر بأنه هو إحدى الحسنيين فأنت منتصر، ويمكن أن تجزم بذلك. أنت في نهاية المطاف عندما تخوض معركتك مع الكافرين وثبت على هذه المعركة ونلت الشهادة، لا نستطيع أن نقول من نال الشهادة لم يكن منتصرا. نعم، فهو بهذا الاعتبار انتصر. صحيح. وهنا ستلاحظ حتى لو افترضنا والله فنت المجموعة كلها، على ما فنت هذه المجموعة؟ فنت وهي تنفذ أمر الله دون انسحاب، دون تخزيل، دون تفرقة فيما بين، دون كذا، نفذت أمر الله في أنها قامت بما يجب عليه. الآن أصحاب الأخدود بهذا المنطق لا نستطيع أن نقول أنهم هزموا، لم يهزموا. وهنا تأتي قضية انتصار الفكرة وموت الرجال. هذه مسألة لا بد أن أحيانا قد تنتصر الفكرة. أعد على هذه النقطة. نعم. جميل جدا هذا كلام. انتصار الفكرة، انتصار الفتنة وموت الرجال. الرجال قد يموتون لكن تنتصر الفكرة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى منهم من ينتصر، يعني أثبت لهم العهد. شوف. أيوة.
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذا النصر، هذا هنا وقع النصر، ولكن ليس بالمفهوم الذي يفهمه البعض إنه لا بد أن تقوم الدولة، لا، هي مسار. في إطار هذا المسار لا تستطيع أن تقول لهؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا وثبتوا وفعلوا كل ما بأيديهم. إذن فمن مات على مبدئه وعلى منهجه وعلى معتقده يعتبر منتصرا، وهو أولا فإما حياة تسر الصديق وإما يغيظ العدا. أيوة، هذه لا بد. والنموذج الأكبر الرزية، كل الرزية والاستسلام والخضوع، الاستسلام والخضوع وعدم القيام بأمر الله عز وجل فيما يجب. هذه لماذا؟ لأن هنا نلاحظ انتصار الفكرة وانتصار الرجال، انتصار الفكرة وموت الرجال. لاحظت؟ فبعض الناس يتصور أن القضية لا بد أن نراها في شكلها إيه؟ في شكلها الذي يكون فيه انتصار الفكرة وانتصار لكن بلا شك العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، سواء كان هذا الجيل، الآن لاحظ سواء كان هذا الجيل أو الذي بعده. أحسنت. فهنا هذه واحدة. النقطة الثانية، كثير من الناس لا يفرق بين المعركة والحرب. فأنت قد تكون عليك جولة في إطار إيه؟ في إطار معركة، ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن في إطار المسار، مسار الحرب، العاقبة لمن؟ للمتقين، عاقبة للمتقين. فكونه والله حصل انكسار في أحد لا يعني أن العاقبة ليست للمتقين. فالمسار كله سيذهب في اتجاه واحد، ثم تأتي بعض الأشياء التي فيها هذا النوع من الانكسارات، حتى لو سميناها انكسار، إنه والله أحيانا المؤمنين يحصل فيهم انكسار، لا بد أن تقف مع النفس مباشرة. كيف نهزم وفينا رسول الله؟ كيف نهزم وفينا أبو بكر؟ كيف؟ لما قالوا ذلك قل هو من عند إيه؟ عند أنفسكم. فسرت بقوله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم. فتأتي أيضا هنا المصائب والابتلاءات التي تقع على أهل الجهاد باعتبارها تأديبية تصويبية تصحيحية، حتى يعودوا إلى إيه؟ إلى نقاط الخلل ونقاط الضعف التي فيهم. فهي كلها بالنسبة لهم إن شاء الله من الأشياء التي. لكن اليوم لاحظ أنت سبحان الله في إطار ما نسميه نحن بالسرديات، في إطار الصراع الحضاري للأمم، من هي السردية التي انتصرت في حرب غزة؟ هي سردية أهل فلسطين. السردية اليهودية التي كانت قائمة على فكرة المظلومية وفكرة أنه والله الهولوكوست وغيرها، اليوم تقريبا يقولون في الولايات المتحدة الأمريكية 65% من الشارع العام متعاطف مع القضية الفلسطينية. نعم الحمد لله. على خلاف ما كان عليه في كل النتائج الحروب، كان دائما في صف الكيان الصهاينة. فأنت أحيانا عندما يحصل هذا النوع من لأنه بداية سقوط المشاريع هي سوق سردياتها وشرعيتها التي تستند إليها أيا كانت هذه الشرعية، شرعية عقائدية، شرعية سياسية، شرعية تاريخية. لما تسقط هذه الشرعيات يبقى بعد كده الناس أمام إيه؟ أمام خواء. لكن شيخ حسن أمر خطير يقوله البعض فيما يتعلق بغزة وفلسطين، بعد أن رأينا هذا الجهاد القوي من غزة وفلسطين بقيادة حماس وغيرها حتى من الفصائل السلطة الفلسطينية وفتح وغيرها من الذين ثبتوا على كل حال في المقاومة الفلسطينية من حيث العموم والجهاد في سبيل الله من حيث الخصوص. يقولون بعض المحللين أن ربما يعني غزة تنتهي بكاملها، وربما حماس تنتهي ولا تنتصر حماس ولا تنتصر غزة، ويعود هذا الأمر إلى ذنوب الأمة الإسلامية باعتبار أنها سكتت، فيكون عقوبة هذه الأمة خذلان غزة. هل الشريعة تأتي بمثل هذا؟ هذه فئة من أهل غزة وفلسطين قامت بواجبها فيما نحسب وفيما يظهر لنا من الطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والقيام والحفظ. منذ أكثر من 50 سنة لم نكن نسمع سرد القرآن الكريم كاملا بكثرة
إلا في غزة وفلسطين، مما يدل على قربهم من كتاب ربهم. فئة تعبد الله بهذا الشكل وتحاول تقول خذ من دمائنا، هل فعلا ممكن يخذلهم الله ويبادوا جميعا بسبب ذنوب الأمة؟ ويقال هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ ولا يكون هذا فتنة للذين كفروا؟ فيقال أين ربكم؟ وأين الذي وعدكم بالنصر؟ وأين الذي ونحن ما نراه طبعا خلاف هذا الكلام تماما، لكن أنا أريد، هل هذه المقولة صحيحة أن يقولها طلاب علم بأن غزة ممكن تفنى وغزة ممكن تذهب، لا نستطيع أن نجزم أنها ستنتصر، لا نستطيع هذا الكلام في معرض كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، علما أن إذا قلنا لهم لماذا لم تنتهي غزة حتى الآن، لماذا لم تنتهي فلسطين، يعودون فيقولون هذه معجزة عسكرية. طب أنتم تثبتون المعجزة العسكرية التي من الله بها وتتوقعون أن غزة ممكن أن تذهب ولا تتوقعون أن الله ينصر غزة وفلسطين مع وجود خذلان الأمة، في حين أنكم أثبتتم هذه المعجزة. فما فائدة إذن هذه المعجزة إذا كانت غزة وفلسطين ستذهب بسبب ذنب؟ هذه المقولة وهذا التحليل بهذا التصور، هل تراه فعلا موافق للشريعة الإسلامية التي دعت على الثبات ودعت؟ هل أنا مطالب بأن الأمة كلها تؤيدني، أو أنا مطالب أن أتقي الله فيما أستطيعه من القطر الذي ابتلاني الله عز وجل به؟ تعليقكم. والله يا أخي أنا في رأيي على كلنا المسألة في سياقات القانون التفضل وقانون الاستحقاق والقانون المادي يمكن أن تفنى فئة وهي على أفضل ما يكون، كما فنت مجموعة أصحاب الأخدود. يعني لا يلزم أن نحمل النصر بتصورنا الذي قلته لك، يعني ليس بلازم أن والله فئة قاتلت، يجب هي أن تشهد الحالة. وخصوصا لو افترضنا أن النصر بشكل عام والتمكين بشكل عام في الكتاب الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا هو منسوب إلى الأمة وليس إلى الأفراد ولا إلى الجماعات. إذا أنت ما حاولت أن تقول والله حماس جزء من الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني جزء من أمة الإسلام، وأردت فقط والله أن تختزل المشهد كله في حالة غزة، هنا تحصل إشكالات. بمعنى لو افترضنا إن والله تم تسوية الحالة، ما هي كثير من الجماعات الإسلامية قاتلت قبل كده وانتهت، قاتلت جبهة الإنقاذ في الجزائر وقاتل كثير من الحركات قاتلت وانتهت، لم يكن الموضوع كما هو. ففي بعض المحطات الهبات الإلهية فيما يتعلق بالانتصارات لسنا نحن من نحدده بالشكل الذي نراه، إنه والله لا بد أن يكون النصر نازل على الفئة نفسها، قد ينزل على الأمة وليست على الفئة. يعني هل الآن يا شيخ برهان تستطيع أن تعزل ما جرى في سوريا عما حصل في غزة؟ لا تستطيع أن تعزله. لكن هل تقول والله يا أخي مفروض النصر هذا بالصورة التي حصل في سوريا مفروض كان يحصل لأهل غزة؟ بقول لك ليس بلازم. حصل مثل هذا مثلا كنموذج في أفغانستان قاتلت وهزمت الاتحاد السوفيتي، ثم دخلت هي فيما بينها في حروب، ولكنها تحرر 7-8 دول من الاتحاد السوفيتي وسقط الاتحاد السوفيتي، وحصل تنفيس للأمة وحصل انفراج للأمة. فقضية عدم فك الارتباط بين الأمة ومجموعاتها مهم. يعني الأمة ستؤثر في الجماعات سلبا وإيجابا، والجماعات ستؤثر في الأمة أيضا سلبا وإيجابا. فربما جماعة من الجماعات ما شاء الله هي على أحسن ما يكون، لكنها تخذل من الأمة. يحصل أنها الأمة لم تقف معها بالشكل المطلوب. طيب هذه الجماعة أدت ما عليها، هي تستشهد، ما أنا قاعد أقول لك هي خاطبت الأمة وعملت جهدها تجاه الأمة، والأمة لم تقم بهذا، فاستشهادها وإنهائها من الوجود كاملا واختفاء حماس واختفاء هذا الجهد الذي بذلت له أموال، يرد هذا في مقام النصر بالله عز وجل. أنا أعتقد أن هذا يحتاج على كل هي الحالة، يعني أنا قصدي ليست حالة واحدة فقط، نحن عشان نجمع القضية حتى لا يختزل المشهد في غزة فقط. يعني ما أنت الأمة صراعاتها كثيرة، جهادها كثير، تهزم في بعض المناطق، تنتصر في بعض المناطق.
فقضية فكرة إنه والله أن نختزل مشهد الانتصار بالصورة الذهنية التي عندنا إنه والله الجماعة لابد أن تبقى، أقول ليس شرطا. الجماعة أدت ما عليها، ويمكن أن تحصل فيها هزائم، ويمكن أن يحصل فيها انكسارات، لكن قد تبقى وقد تتشكل في صورة جديدة. ما هي في نهاية المطاف كانت قائدة لشعب وليست قائدة لحزب فقط، يعني ما كانت تقود جماعتها فقط، هي في نهاية المطاف معركتها جزء من معركة الشعب الفلسطيني من 48. كيف نفهم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كيف نفهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ كيف نفهم الآيات التي تدل حول هذا؟ إذا كان فعلا أنا أقيم جماعة وأبذل قصارى جهدي، ثم احتمال أني أنا أفشل. قد تغلب من قلة شيخ برهان، قد تغلب من قلة. القانون المادي أيضا في القرآن ما جهله، قال لك والله يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كذا. طيب إذا كان الناحية العددية فيها تفوق يحصل هزيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صحيح، لكن أيضا أين نضع موقع الهاء؟ لا في نفس السياق قال لا، أنت ما تحاول تجزئ الأمور، أجمع النصوص كلها مع بعض. النصر قد يكون نصرا ماديا، الآخر قد ينتصر عليك بحسابات المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله لن يهزم 12,000 من قلة، لكن قد يهزم من زاوية أخرى. قد يهزم زاوية. ففكرة العدد وردت في النصوص، فكرة العدد في سورة الأنفال وردت، وفي بعض الأحاديث وردت إنه والله قد تغلب فئة معينة من قلة. لكن لا يؤدي هذا إذن إلى أننا نبث ونزرع في قلوب الجماعات ألا تجتهدوا وألا تبذلوا قصارى جهدكم فقد تهزمون؟ هل هذا وارد؟ عندما نقول أن حماس وغيرها أنتم تبذلون ربما بسبب الأمة تخذلون، هل هذا وارد في هذا الكلام؟ يعني لما يقال أن ممكن حماس تذهب، يقال غزة تذهب، فلسطين تذهب بسبب خذلان الأمة، طيب لماذا لا يقال العكس؟ ممكن الأمة تستيقظ بسبب غزة، ممكن الأمة تستيقظ بسبب فلسطين، ممكن الأمة تستيقظ. بس أنا ضد فكرة إنه والله أنا ما قاعد أقول لك الآن من قال أن الأمة لم تستيقظ الآن؟ الأمة مستيقظة، وربما بركة ما جرى في غزة سيوقظ الأمة. لكن أنا ضد فكرة إنه أنت تختزل لي مشهد الانتصار والتمكين والغلبة في جغرافيا معينة. ما هذه النصوص أمرتني يعني أن أنا أبذل قصارى جهدي، أنا جماعة. لا حتى لا نخلط بين يعني كثير من الناس ربما هذه نفسها تعمل له إشكال. أنا أقول الآن بدأت حرب تحرير، انتهت مني فصيلة، انتهى مني لواء، انتهى مني كذا، لكن في النهاية كشعب إريتري مثلا وصلنا إلى التحرير، صح ولا ما؟ هل سنقول والله المجموعات التي كانت تهزم هذه إشكالية؟ ليست إشكالية. في مسار طويل، في مسار الحرب لم يحصل إشكال. لا لكن أن يشترط في إنه والله في كل معركة لابد أن يتجلى النصر، هذه فيها إشكال. لا، في كل معركة ما نقول. الكلام الآن على جماعة قائمة منذ 70 سنة، أو على خلينا نقول احنا مدحنا كل المنظمات التي كانت يعني تسعى إلى الدفاع عن حقوق فلسطينيين، سواء كانت حماس فتح غيرها. هذه الفئة قالوا ممكن تذهب بسبب ذنوب الأمة. أنا ليس اعتراض، أنا أتساءل هنا، هل تأتي النصوص الشرعية بهذا أن تذهب فئة كاملة وهي تبذل قصارى جهدها؟ طيب ما فائدة إذن أنا أن أدعو الله عز وجل وأبذل قصارى جهدي وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ صحيح قد أذهب أنا، لكن يبقى ابني ويبقى ابن ابني، تبقى القضية موجودة، وسيبقى الشعب الفلسطيني موجود، وتبقى هذه. لكن ما أنت الآن رابط شيخ لكن ذهاب هذا الموضوع حاليا، أنت الآن رابط مختزل المشهد الفلسطيني كله في حركة حماس. لا هذا هو. يعني أنت ليش متصور الآن إذا اختفى فصيل معناه لم ينتصر؟ لا، أنا قاعد أقول لك لا، تذهب حماس، تأتي فئة أخرى. الآن نحن تكلمنا عن أن هنالك شكل من أشكال الانتصار للشعب الفلسطيني في أن السردية للكيان الصهيوني انتهت، مش كده؟ لكن علينا أن لا ننسى أن الشعب الفلسطيني وحركة حماس وحركة الجهاد والمجموعات الفصائلية هي تدرك تماما أن معركة التحرير هي معركة أمة وليست معركته. فلو تصورنا إنه والله لا، من سيحسم المعركة على أرض فلسطين فقط الشعب الفلسطيني، كلامك صحيح. شيخنا أنا أيضا ضد ما يقال أن هذه الآيات تخاطب بها الأمة كاملة ولا تخاطب بها الجماعات. لا أعتقد أن هذا. الأمة تبدأ بفرد ثم جماعة ثم تبدأ بأمة كاملة، تتدرج هكذا. مشاريع الأمة، أما أننا نقول يا شيخ حسن برهان مشاريع الأمة تخاطب بها الأمة. مشروع فلسطين ليس مشروع جماعة ولا مشروع شعب.
هو مشروع أمة بلا شك، عليك النور بلا شك، لكن لكن مشروع لولا الله ثم الآن حماس، لولا الله ثم غزة، لولا أن هذه الأمة هي التي مسكت الراية وهكذا بقت ثابتة، كانت الأمة ذهبت. صحيح. ما أنت رأيت موقف حكام المسلمين ورأيت. أنا الآن قاعد أقول لك ليش أنا قلت لك، ليش ضربت لك نموذج سوريا. فكرة الأمة ما قائمة على فكرة سايكس بيكو، نشيلها من راسنا. صحيح، شيلها من راسنا. قاتل الشعب الفلسطيني في غزة فتسلم أحمد الشرعي بدمشق، مش كده؟ الحمد لله، هي كده. الحمد فأنت لله. فكرة أنا داير أقول نخرج من ده، يعني الله سبحانه وتعالى هو الأحكم والأعلم بأنه والله من أين يتم تحرير فلسطين. حصل من أين يتم تحرير فلسطين؟ قد يتم من الشمال، قد يتم من الجنوب، قد يتم من غزة، قد يتم من الضفة، لا ندري. لكن في نهاية المطاف هذا المشروع إذا لم تدخل فيه الأمة بكاملها لا نستطيع أن نحدث فيه خرقا، لأن المعركة ليست مع إيش؟ ليست مع دولة صغيرة أو ليس مع كيان صغير، أنت مع المشروع الصليبي الذي دخل إلى المنطقة منذ 100 سنة وزرع هذا الكيان. ولما أنت استطعت أن تقتحمه في 5 ساعات واستلمت حركة حماس كل الأجواء وأسرت من أسرت، نزلت البوارج الأمريكية والبوارج الغربية كلها على وبالتالي أنت هنا ليس أمام مجموعة بسيطة حتى نقول إنه والله يا أخي الأمور كان يمكن لحركة حماس. أنا أدرك يا شيخ حسن أن حركة حماس وسيلة وليست غاية. حركة حماس ليست هي الهدف. الهدف هو نصر المسجد الأقصى ونصر المسلمين بلا شك، ولكن حتى الناس تلتف على تنظيم عسكري إسلامي موحد، قامت هذه على يد الشيخ ياسين رحمه الله، فالتفوا. وهؤلاء أيضا نحسبهم الله حسيبهم، اتقوا الله عز وجل ما استطاعوا، فهيأ الله لهم الأمور ونصرهم، خلافا لما يقولون من هؤلاء. أنا الواقع الذي نراه نحن أنها انتصرت غزة وفلسطين، لكن نحن نناقش هذا المبدأ حينما نقول لهم كيف انتصرت وثبتت لمدة 2 من الذي ثبتها؟ يقولون الله. طب أنتم تقولون ممكن أن تذهب، كيف تقولون ممكن أن تذهب هذه الجماعة حينما نقول لكم كيف انتصرت بهذا الرجل تقولون هذه معجزة عسكرية؟ كلام متناقض في معنى. نتجاوزها هذا أحسن. نتجاوزها تمام. باقينا نتجاوزها يا شيخ. على كل حال أنا أقول أن الجماعات تثبت بإذن الله والآيات واضحة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لماذا يا شيخ نسير على هذا الموضوع يا شيخ؟ لأن الفصل عن قضية الأمة وقضية الجماعات لا أعتقد حقيقة، أو أنه فهم دقيق لا يفهمه إلا من أتاه الله من الفتوحات. لكن العموم حين نوجه الناس بالمثبت. طبعا أيضا في جزئية في الطرح لا بد أيضا أن نشير إليها حتى أيضا لا نتصور وكأنما من أخبرنا أصلا أن والله ليس هنالك أمرا شرعيا آخر خافي علينا. ما هي قضايا أنت ليست بيدك. أنت الآن عليك بالظاهر أنت تقول والله هذه الفئة قامت بما عليه، لكن لا تستطيع أن تجزم بذلك. كيف أن أنا قلت لك حسب ما ظهر. خلاص هو الآن أنت موضوع أنت قاعد تتكلم عن أمر غيبي الآن. هنالك شيء إما أن نقول تحقق أو لم يكن تحقق. إن لم يتحقق فرضا أن والله لم يتحقق، إذا لم يتحقق فلا نقول أنه ممكن أن تذهب، لا نقول بأسباب معينة حدثت. منعتم النصر. ويمكن كذا نقال. أما نقول أن الله ممكن مع طاعتكم مع استقامتكم مع وحدتكم أنه يخذلكم، أنا أقول هذا كلام ما أعتقد أنه يرد، والله أعلم. سامحني شيخ حسن. طيب إذن فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك الرسل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. نعم. ثم دخل ربنا عز وجل في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم. هنا سبحان الله ختمها بآية، بمعنى أن هنالك الانتصارات جزء من الآيات. الانتصارات جزء من الآيات كما جاء ذلك في سورة آل عمران عندما ذكر الله الفئتين قاتلا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم آية في فئتين التقتا. أيوة. فئة تقاتل في سبيل الله. فكان انتصار أهل بدر آية من آيات الله، وكان انتصار داود آية من آيات الله،
وكان انتصار الجيش طالوت آية من آيات الله، بمعنى أنه بالحسابات المادية العادية الأمر ليس لا يمكن أن يتحقق. صحيح. ولذلك أشار إلى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. جميل. نعم. وبالتالي نفس النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل. يعني لاحظ هنا تلك آيات الله، الآية التي حصلت لطالوت هي نفس التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. عبر عن هذه بآية وعبر عن هذه أيضا بآية، إنه والله مجموعة أهل بدر نفس العدد اللي انتصر فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما خلاص التقت الفئتان، خشي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. فكان ذلك إيذان بأن والله لولا آية الله سبحانه وتعالى ونزول ملائكته ونزول نصره وإيقاع الإرجاف في الطرف الآخر لما وقع النصر. فالنصر من الله سبحانه وتعالى. نعم. جميل. جميل جدا. رغم أن هذه جماعة الآن بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم فئة قليلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم. لكن لاحظ احتياطات النبي صلى الله عليه وسلم المادية شيخ برهان. في كل مسيرته عليه الصلاة والسلام جعل هنالك فئة بقيادة جعفر بن أبي طالب في الحبشة. هذه الفئة يجب أن لا ننظر إليها فقط كان الهدف منها الحفاظ على أشخاص هذه المجموعة، ليس كذلك. بقدر أنه والله نفس الاحتياط، مع أن الله سبحانه وتعالى صاحب المسار وراسم المنهاج للنبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء إلى النهايات، وأنه سيبلغ منتهى عليه الصلاة والسلام، وأن الدين سيبلغ هذا لكن مع ذلك بقيت هذه الفئة في أرض الحبشة كقوة احتياط كما يقول بعض أهل السير. إذا حصل لفئة النبي صلى الله عليه وسلم وفئة المؤمنين سواء في مكة أو في المدينة، فهنالك فئة أخرى يمكن أن تحمل الرسالة. جميل هذا الطرح. جميل. طيب، بعد هذا الحوار والنقاش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وأنه آية من آيات الله، وما زلنا في ذلك، ونعتقد نحن نظن بربنا خيرا سبحانه أن لن يخذل المؤمنين والمسلمين أينما كانوا، وكذلك هذا أيضا ظنكم بربكم بلا شك. جميعا نحن نظن بربنا هذا، ولكن ربما نختلف في إيقاع بعض الآيات وبعض النصوص. قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. مدح الرسل وذكر سبحانه وتعالى في ذلك ما ذكر إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم ذكر أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك مر على قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقيل العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ثم قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى أن قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وذكر أيضا قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. هذا كله مقدمة إلى قضية الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. يعني بدأ بالرسل ثم أمر بالإنفاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ذكر آية الكرسي وذكر أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ثم ذكر قضية الإحياء والإماتة ثم ذكر أيضا يعني أولا علق لنا على هذا الموضوع كاملا بهذا لماذا قدم هذه المقدمة في قضية الإنفاق ثم ما الرابط بينها وبين ما يتعلق ب الاستخلاف الآن. هي تقريبا نفس ما كنا نذكره من أحكام سابقة سواء في الشأن الاجتماعي أو كان ذلك في بقية الشعائر الصلاة والصيام وغير ذلك. كان دائما يدخل البعد الإيماني
والبعد العقائدي. لاحظ الآن مجرد ما ذكر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب، لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لاحظ سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع على وجه التحديد في تركيز على ركنين أساسيين من أركان الإيمان. بعد أن تكلم عن الرسل دخل في الأمر بالإنفاق، ولكن الأمر بالإنفاق لأنه يتطلب إيمانا بالله واستحضارا لليوم الآخر ركزت الآيات في هذا الجانب إلى أن تصل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيلك كمثل حبة. جميل. هذه المساحة تم التركيز فيها على البعد الإيماني بالله، الله لا إله إلا هو، وركزت على قضية الموت وأنماطه اللي هي قضية الإماتة ثم الإحياء، وهذا تأكيد على قضية الإيقان بالآخرة والإيقان بالبعث. وفي يمكن في نطاق 4 صفحات وردت حالات إحياء وإماتة 4 مرات. ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ووردت في قصة اللي هو أوكى الذي مر على قرية، ووردت في قضية إبراهيم عليه السلام. هذه كلها حالات حالات إحياء وإماتة لتأكيد هذا المبدأ العظيم وهو قضية الآخرة. يعني الذي لا يستطيع أن يوقن بالآخرة ولا يستطيع أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى فسيكون الإنفاق عليه صعبا، سيكون الإنفاق عليه صعب. ولذلك يقولون بأن المال في الإسلام يقوم على جملة من التصورات العقائدية والتشريعية والأخلاقية. هنا الآن تقريبا تركيز على البعد العقائدي التصوري، إنه والله موضوع المال إذا لم يكن فيه استحضار للآخرة واستحضار لله والخوف منه سبحانه وتعالى واستحضار لأنه والله هذا المال نفسه ليس مالي إنما مال الله سبحانه وتعالى وأنا مستخلف فيه ومؤتمن فيه ومسؤول عنه يوم القيامة، لا تستطيع أن تنفق. ولذلك الله تبارك وتعالى قال والكافرون هم هم الظالمون. الكافرون هم يعني الذي لا يستطيع أن يكون مؤمنا لن يكون منصفا وعادلا في قضايا الأموال، وسيحجب الأموال عن مستحقيها، وبالتالي يقع الظلم في جانب الأموال. جميل. طبعا الآيات فصلت في المال كثيرا. نعم. في البداية حثت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. في البداية أمرت، لاحظ في البداية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، نعم. مش كده؟ ثم حثت. حثت. نعم. أيوة. الذين ينفقون يعني فضل الذين ينفقون نعم. وأن المسألة فيها إلى 700 ضعف. وفيها أمر عظيم يعني. نعم. في قضية يعني الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. أيوة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة. قضية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردت في الإنفاق 4 مرات. نعم. 4. نعم. الإنسان أنه إذا أنفق فليس عليه خوف مما يأتيه أمامه من أمور أهوال يوم القيامة ولا يحزن مما ترك من الأبناء، فهذه لا شك أنها بشارة عظيمة. صحيح. ثم أيضا علق سبحانه وتعالى يعني هنا دخلنا في قضية المنهيات والزواجر والقضايا المخيفة فيما يتعلق بالإنفاق، اللي هي قضية الرياء، قضية الإيذاء لمن أنفقت إليه، قضية المن. نعم. هذه كلها مما يبطل حالة الإنفاق التي يريدها الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم صحيح. ولذلك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم صحيح. يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله. أهمية الإنفاق في سبيل الله وأنه مهم جدا في المجتمع المتكاتف. أحسن. المجتمع المتكاتف الذي فعلا يكون أهلا لأن يقود هذه الأمة ويكون مستخلفا في الأرض. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. نعم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني تفاصيل دقيقة هنا جدا. الآن سبحان الله مما يكون الإنفاق، ما في سؤال. أنت الآن قال لك أنفق سيرد سؤال مما أنفق. ما هي القضايا التي يكون فيها الإنفاق أو الأشياء اللي أسميها الأشياء الزكوية التي تزكى والتي يتم الإنفاق؟ هي تقريبا عمل اليد وكسب اليد وما تخرجه
الأرض. نعم. تقريبا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وهو التجارة. أيوة، ما كسبتم هو التجارة بأنواعها المختلفة. نعم. أيوة. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض كل شيء، البترول، الذهب، الأرض، نعم. الزراعة وغيرها. تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. وهذا يدل على أنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. ثم بين قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. للمرة الثالثة أو الرابعة يذكر الشيطان. نعم، سبحان الله، في سورة البقرة. الشيطان هو العقبة الكأداء أمام الإنفاق، وخصوصا المال صعب، يعني ليس كبقية الأشياء. يمكن الإنسان أن يصوم ويمكن الإنسان أن يصلي، لكن صعب جدا قضية العطاء. حتى لو امتلأت خزائنه، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالثا. فهنا الله سبحانه وتعالى العليم بخبايا النفوس وخلجات الأنفس يقول لك والله الشيطان أنا الآن وعدتك بأنك إن أنفقت لك عندي الأجر ولك عندي الثواب والحسنة ب10 أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب، في هذا السياق سيقابلك العدو الأول، عدو الذي أخرج آدم من الجنة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. فأنت هنا أمام وعدين، وعد الله ووعد الشيطان. نعم. فإن كنت آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بالآخرة فأنفق، وأبشر وإلا فأنت ستكون من خضع للشيطان. ولذلك الآن ما نقول تجارب، لكن رأينا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ليلا ونهارا هم أكثر مالا من البخلاء. أحسنت. اللهم أعط منفقا خلفا. نعم. حديث صحيح. الذي ينفق لا تجده يفتقر أبدا، ممكن يضعف ويقوى تارة، لكنه يفتقر أنه يذهب. نعم. لا يمكن، هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. كأن ما ذكر من الإنفاق في سبيل الله يعد من الحكمة ووضع الأمور في موضعه. هل توافقنا على هذا؟ نعم، أوافقك. يعني هنا طبعا الحكمة وضع الشيء في موضعه، ومنها أنك عندما تنحاز إلى الله وتخرج من دائرة الشيطان ووعوده فهو عين الحكمة. وإذا انحست إلى الشيطان واستجبت لوعوده ولم تستجب لوعود الله وتصدق بها فقد وقعت في السفه وخرجت عن دائرة الرشد. وهذه مما يؤتيه الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس سبحان الله يؤتيه الله هذا الوعي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم. طيب شيخ حسن، كذلك رب العالمين تكلم على ذلك إن تبدوا الصدقات فنعما هي، مدح الثنتين. نعم. كثير من الناس يعني يجتهد في إخفاء صدقته، ربما يكون في إظهارها خير. الموضوع كله أن تخرجه من أجل الله وفي الله لا رياء ولا سمعة. لكنه امتدح رب العالمين. ثم قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى أن قال أيضا أشار إلى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هنا يجدر بنا أن نذكر أولئك الفقراء من أهل العلم والفضل وغيرهم، ولا يسألون الناس إلحافا ولا يتكففون الناس. هذا التنبيه مهم جدا. سبحان الله، والقرآن يلفت إلى هذه الظاهرة، وهو كثير من الناس من الفقراء يعبر عن فقره ويعبر عن مسكنته ويعبر عن احتياجه، لكن هنالك من الأخفياء الذين لا يعبرون صحيح ولا يعرضون حاجتهم للناس، ومتأثرين جدا بأحاديث المسألة ولا يسألوا الناس. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بايعوه عليه الصلاة والسلام لا يسأل الناس. هذه تكون موجودة أحيانا في كثير من المجتمع، ولذلك هنا المجتمع لابد أن يكون حصيفا في تلمس احتياجات هؤلاء. صحيح. احتياجات هؤلاء الذين لا يظهرون ولا يعبرون ولا يكشفون أمورهم، فهؤلاء على كل مهمة المجتمع، سواء كان من الأقرباء أو كان من الجيران أو كان من أهل المسجد. الناس تحاول أن تتلمس قضايا بعضها البعض. ثم عاد فحث الناس الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما سبب تكرار هذا الحث يا شيخ حسن؟ نعم،
هذه طبعا تأكيد سبحان يعني الله. هناك قال مثل الذين ينفقون في سبيل الله، نعم. هناك قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فلا خوف عليهم، وهنا كرر لمرة ثالثة. نعم. هذا في يعني لمزيد من التأكيد على هذا الإنفاق، وكأنما الإنسان سبحان الله في موضوع الإنفاق لا تكفيه كلمة واحدة ولا يكفيه رسالة واحدة، يحتاج إلى التذكير المتكرر. ومن يوقع شح نفسه أيوة، فأولئك هم محتاج دائما أن تسمع، ودائما أن تتذكر، ودائما أن تعود. يعني أمرك الله ثم حثك الله، ثم بين لك فوائد، ثم بين لك العدو الذي والله يحول بينك وبين الإنفاق، ثم كرر لك مرة أخرى والله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هذه كلها في سبيل أنه والله أنت تنتقل من دائرة البخل والشح إلى دائرة الإنفاق، ويكون ذلك طبعا وسجية بالنسبة لك. فهذه الآيات بالفعل الإنسان يحتاج إلى التذكير أكيد حتى يصل إلى هذه المرحلة. تذكير المستمر. ثم دخلنا في أمر اقتصادي مهم. قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا السياق في التحذير من الربا وتشبيهه بأنه مثل الذي يتلبسه الشيطان من المس، فيتخبط المس، يتخبط ويسقط ويسرع، يكون مثله تماما، تصوير قبيح لوضع آكلي الربا. التعليق حول هذا الأمر أولا، ثم ثمة آية ذكرت في وسط الموضوع آكلي الربا. أول خلينا نقول أنه بما أننا نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن الإنفاق طبعا، ثم دخل معنا في صلب الاقتصاد وهو البيع والشراء. نعم. فقال أحل الله البيع وحرم إيه؟ الربا. حرم. إذا هنا دخلت معنا دائرة كبيرة جدا اللي هي دائرة التجارات ودائرة الشراكات ودائرة البيوع، وهذا طبعا باب واسع فيه تفصيل كبير جدا، لكن يهمنا الإشارة إليه من باب أنه كيف أن الإسلام في سورة البقرة عالج كل ما يتعلق بمنظومات يعني من أين اكتسبه هو فيما أنفقه. ثم أشار قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم والكسب هو التجارة. أحسن. نعم. ثم دخل بعد كده ما الذي يمكن أن يفسد على الناس هذا الباب؟ موضوع الربا. موضوع الربا هو من المحرمات التي حرمها الكتاب وحرمتها السنة وحرمت بالإجماع، وبالتالي لا سبيل إلى الاقتراب منها سواء كان ربا نسيئة أو كان ربا فضل. ولكن خطورة هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا. فلا تتصور أنك أنت بنيت اقتصادك على الربا ثم تريد بركات أن تتنزل عليك. لن تتنزل عليك البركات تتنزل عندما يكون هنالك الحلال، تكون هنالك البيوع على الحلال، وعندما يكون هنالك الإنفاق، وعندما يكون هنالك الرحمة، وعندما تكون هنالك الاستخلاف والمسؤولية تتنزل البركات. لكن مجرد ما دخلت في أبواب الحرام ودخلت في الربا الله عز وجل يقول لك أبشر بالمحق. لماذا كان الربا بهذه الصورة من القبح؟ يعني أقل الربا كمن يأتي أحدكم أمه 36 زانية تحت الكعبة أو كما ورد في الحديث، إن كان فيه مقال وإن كان فيه مقال عن نشير، لكن صور الربا بأنه قبيح جدا. ما سبب ذلك؟ سبحان الله. يعني القرآن يتحسس كثيرا من قضية الظلم واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وغالبا فكرة الربا في أساسها أن يكون هنالك صاحب مال مقتدر كوش على المال، وخاصة في النظم الرأسمالية الضخمة جدا التي تكون هناك شركات ضخمة تستحوذ على الأموال، وهنالك قطاعات واسعة من الشعوب تحت ما يسمى بخط الفقر. فيأتي هذا المرابي ليعطي هؤلاء. الشريعة تحثك على الإنفاق، مش كده؟ تحثك على الإنفاق. نعم. المرابي لا ينفق، والمرابي لا يجعلك تستدين دينا طبيعيا. يعني لاحظ القرآن تكلم عن الإنفاق العادي الذي يكون هبة بلا مقابل، نعم. وتكلم في الدين الذي فيه إعطاء وإرجاع. الربا لا، الربا أنا أعطيك الله تبارك وتعالى قال لا تظلمون
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهي حالة ابتزاز من القليل الفقير، وحالة تحكم، وحالة استغلال لضعف هذا الإنسان. والله تصل لدرجة أن الله هو الذي يحارب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأنها يا شيخ برهان تستهدف قطاعات واسعة وتنهك المجتمع كله. يعني ليس ذنبا بسيطا، يعني ليس ذنبا عاديا، يعني هكذا ذنب يعني بين شخص لا، ستمس المجتمع كله. يعني فكرة الربا عندما تؤسس عليها، يعني لاحظ الآن لما يقوم بلد من البلدان ويبني بنوكه على الربا، كم من الذين سيتضررون من هذه الظاهرة؟ مجتمع كامل. وبالتالي أنت دمرت مجتمع، ما دمرت فرد ولا دمرت أسرة، لا، أنت دمرت مجتمع كامل. والله لا يقبل هذا، لا يقبل ذلك، حتى لو كان المجتمع لأنه قبل. سبحان الله نقيض، حتى لو قبل المجتمع أي لا يقبل بأن يأكل ربا ولأنه يستفيد، فإن الله لا يقبل. وهذه من فتأتي العقوبات. شيخ برهان، هذه من فكرة الاستخلاف الأساسية، فكرة الاستخلاف القائمة على منطق العدل وعلى التعاون وعلى التراحم وعلى التكافل وعلى كذا، تنهيها هذه الفكرة. لماذا شدد في آية الدين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أول آية في القرآن الكريم هي آية الدين. نعم. آية الدين هي مكملة للمنظومة، منظومة الشأن المالي. الآن تكلمنا عن منظومة الإنفاق. أنت لما تعطيني ما ترجو مني أن أرد لك، مش كده؟ ولما نأخذ ونعطي في البيع الصورة واضحة، هاء وهاء، مش كده؟ إن أعطيك مال وتعطيني أنت البضاعة. موضوع الدين فيه هبة مرتجعة بدون مقابل. هي بدون مقابل. لاحظ، أنا أعطيك مال وهذا فيه تكافل وفيه رحمة وفيه تعاون من المجتمع وفيه احتساب، لكن بعض الناس سبحان الله يأخذ الدين ولا يرده وما أكثرهم. الله المستعان. سبحان الله، شدد الله، لأنه خطورتها لما أنت تكفل هذا الباب كأنما ستفتح الباب للطرف الآخر اللي هو طرف الربا. ستفتح الباب لأهل الربا أنه يفعلون فيها. لا، أنا والله أريد للمجتمع المسلم أن يقرض، من كان منكم عنده مال مثلا فليعطي الآخر. ومن أقرض مرتين يحسب له صدقة. أحسنت، يحسب له صدقة. ويأتي يوم القيامة هذا الشخص سبحان الله الذي يعطي وأحيانا يعفو وأحيانا يتسامح يرتفع مقامه عند الله ويكون من أهل الإحسان، وهي أعلى درجات المقامات. فآية الدين جاءت لتأتي إلينا بمنظومة ما يسمى اليوم بالتوثيق. فإذا كان هنا الله عز وجل حرم الربا وأحل البيع، كذلك أحل الاقتراض. من غير الربا. نعم. ولكن الاقتراض لأنه فيه أخذ حق الآخرين، فكأن الله يقول احتاطوا لأموالكم. نعم. احتاطوا لأموالكم. ولذلك جاء في الحديث ثلاثة لا يرفع الله لهم دعاء، صح الحديث على كل واحد منهم، ورجلا آتى ورجلا داين رجلا ولم يكاتبه. يعني جعل الله لك المخرج لحفظ مالك بالتوثيق وأنت لم توثق، ثم لما هرب هذا صاحب الدين بدين أردت أن ترفع عليه يدك، فالحديث يقول لا، أنت كان عندك فرصة أن تكاتب هذا الشخص وتستوثق منه وتشهد عليه دون أن تدعو له. لكن الآية الكريمة يبدو لي تعارض ظاهر هذا الحديث. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نعم. فالأمانة بين الناس أيضا واردة. نعم، موجودة. أنا أعطي شخص بكلمة قال أنا سأرد عليك مالك في كذا. نعم. تمام، في تاريخ كذا، خلاص انتهى. هذا رجل ثقة، أنا ما أحتاج بينه هو على كل انتقلت المعاملة من توثيق اللي هو التوثيق المعروف إلى الرهن، أن أمسك شيء. حصل دي كلها خطوتين. خطوة الثالثة لا، أنا والله بيني وبينك لا، في تجديد في الدين. يعني حتى لو ما في كاتب عدل تجيب شاهدين. نعم. اثنين. نعم. إذا ما في اثنين تجيب حرمتين. نعم. امرأتين ورجل. نعم. يعني في تجديد في هذا الموضوع. صحيح. اليوم طبعا قامت مقام هذه الأمور كلها الفواتير. نعم. والكمبيالات. نعم. والعهود بالشهود وما إلى ذلك. نعم. هذا كله الآن قام الحمد لله. نعم. قام مقام الناس تقترض وتسدد وبعضها لا تسدد فتضطر إلى السجن، الله المستعان. عافانا الله وياكم. آمين يا رب. أخيرا نختم سورة البقرة بقوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إن أنسى فلا أنسى أن أعود آيات الربا في سياق وسباق آيات الربا، وهو يحذر سبحانه وتعالى من الربا. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما سبب ورود هذه الآية الحث على الصلاة والعمل الصالح في وسط آيات التحذير من الربا؟ يا سبحان الله، 3 آيات دون إطالة تأتي في نفس التسلسل الذي ذكرنا. إن الذين آمنوا، كيف أن الشعائر مؤثرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالح مؤثرة في هذه المسيرة، مسيرة الإنفاق، مسيرة البيع، مسيرة الدين، مسيرة الربا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قبل أن يدخل على آية الدين أتى بهذه الآية. لاحظ، التقوى تظل مصاحبة أيضا ليه؟ صحيح. قد تقترض أنت وتقول للشخص ما لك شيء عندي. نعم. فآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شوف سبحان الله، جاءت بين حالتين. حالة إنه والله الشخص الذي يعني استدان ولم يستطع أن يرد، قال لك والله فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. وثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. فبين هاتين الآيتين قال لك: واتقوا يوما ترجعون فيه الله. فكأنما يقول لك والله الإيمان بالله، ثم قال لك: لله ما في السماوات وما في الأرض. صحيح. وإن تبدوا ما في أنفسكم. فالفكرة المركزية إيمان بالله، تعظيم له، خشية منه، استحضار لمعنى الآخرة. التقوى التي ذكرت في بداية الآيات هذه هي أيضا تذهب. وآخر آية سبحان الله، يعني من اللطائف أن آخر آية هي واتقوا يوما ترجعون. شوف وين خدتها، في وسط المعاملات المالية. كأنما يقول لنا والله هذا الكتاب الذي يعني مضى معكم 23 سنة ختامه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم بعد ذلك جاءت الآيات لتقول لنا آمن الرسول. فيا عبد الله لا تأكل الربا لأنك سترجع إلى الله. ويا عبد الله إذا اقترضت من أموال الناس فردها لأنك ستردها رغم أنفك يوم ترجعون إلى الله. هناك الحسنات والسيئات. هي تريد شيئا يساعدك على أنك تؤدي أموال الناس وتبتعد عن الربا. عليك بالصلاة. أحسنت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال واتقوا الله ويعلمكم الله. برضو هنا حتى مسارات التجارة، مسارات الديون، مسارات كلها أيضا الله عز وجل مرتبطة بالتقوى، مرتبطة بالصلاح. الله. ثم ختمت على كل كما رأيت سورة البقرة ما شاء الله عليها. والله. إلى أن قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله. جميل هذا العرض والسياق. لكن ختمت فانصرنا على القوم الكافرين. ما علاقة هذا كله بالنصر على الكافرين؟ منظومة أول الآيات سبحان الله ختمت بمقصود السورة الذي ظللنا ندندن حوله: الإيمان والاستقامة، الطاعة والامتثال. يا سلام. سمعنا وأطعنا. يا سلام. ثم بيّنت قضية الإيمان وتأثيرها على موضوع الاستقامة، ثم موضوع إن والله كيف تتلقى أمر الله سبحانه وتعالى. لكن موضوع الدعاء أو قبل الدعاء أن هذه المنظومة من الأحكام والتكاليف ما كلف الله سبحانه وتعالى الناس فوق طاقته. يا سلام. فهي في الأصل مقدورة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أن الله لا يأمر بما لا يطاق. نعم. وإن واجهتكم في هذه المسيرة أيضا أشياء تعجزون عنها فإن الله لا يكلفكم إلا بما تطيقون. صحيح. مش كده؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء بعد ذلك أمر مهم جدا، وهو كل هذا المنهاج
لن تستطيعوا السير فيه إلا بالدعاء لله سبحانه. الله. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تدعو الله في هذه المسيرة، وتدعو الله أن يعينك، وتدعو الله أن يخفف عنك، وتدعو الله أن يسددك، وتدعو الله أن يهديك. هذه كل الأدعية لا بد. لكن الخلاصة إن منظومة سورة البقرة هي مناقضة من منظومة الكافرين. منظومتين: منظومة أهل الإيمان ومنظومة أهل الكفر. فأنت في هذه الأرض إذا طبقت سورة البقرة بالمنهاج الذي تكلمنا عنه فهو انتصار لأهل الإسلام وأهل الإيمان والولاية لهم والاستخلاف لهم، الاستخلاف الخاص. وإن لم يكن ذلك والعياذ بالله فمعنى ذلك أن الغلبة للكافرين والهيمنة للكافرين والطغيان للكافرين. والله عز وجل يقول: لا بد من أن تستعينوا بالله سبحانه وتعالى على أن ينصركم على الكافرين في مواجهة مشروعكم الاستخلافي. ما شاء الله تبارك الله. مشاهدينا الكرام، استمتعنا خلال الأيام الماضية 10 أيام ونحن نتحدث عن سورة البقرة بما فيها من توجيهات. قضى الصحابة أكثر من 10 سنوات وهم يتعلمون سورة البقرة، ويقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذبح بقرة أو ذبح عمل وليمة على كل حال لأنه انتهى. طبعا الآيتين شيخ برهان دون أن ننسى، معليش، الآيتين سبحان الله الأخيرات يقال أنه فتح باب من السماء لم يفتح من قبل ولم يفتح من بعد، نزلت منه هذه الآيات. نعم الآيتين هذه من قرأها فكفتاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها في يوم كفتاه. فهي آيتان عظيمتان. نعم. فعلى كل حال احنا حتى لا نطيل لأن أطلنا النقاش في قضايا كثيرة. الله عز وجل نسأل الله أن يهدينا إلى الحق المختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مشاهدي الكرام، لا أحد يشبع من كتاب الله تبارك وتعالى. كما قلت لكم 10 أيام طيبة في فهم مقاصد سورة البقرة، وسبحان الله كأننا مررنا على كتاب الله كله وعلى أحكام الله عز وجل كلها. سبحان الله، ففيها كل شيء سورة البقرة. فما يذكر بعد ذلك من بقية الصور هو تكرار للتأكيد على المعاني التي أشارت إليها سورة البقرة. فالحمد لله على هذه النعمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الفضل. ربنا عز وجل يقول في هذه السورة الكريمة: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو الذي يقول في هذه السورة أيضا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وأن يختصنا بمنه وكرمه وفضله، كما نسأله أن يرزقنا الحكمة وفصل الخطاب. مشاهدي الكرام، أشكركم على حسن المتابعة وتحملكم للحوار والنقاش، والله يحفظكم ويرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء.